السلام عليكم، ازيكم، اخباركم، احوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبألف صحة وعافية، وكل سنة وانتم طيبين والصحة والسلامة وتعود الايام، وان شاء الله دايما تامين ولامين، لا فاقدين لا مفقودين، وربنا يصلح حال البلاد والعباد ان شاء الله. مشتاقين ما تلاقينا من رمضان، ان شاء الله كلكم تمامين وزي الفل. المهم انشغلت كتير انا والله العظيم، لكن الحمد لله تمام وزي الفل، والناس اللي سألت عننا تسأل عنكم العافية ان شاء الله، وكلنا تمامين وزي الفل مشكورين. المهم رجعنا تاني، وهسي كده هنعمل فلوج اسبوعي. فاليوم عاوزة ابتدي اول حاجة، دايرة عندي شوية حاجات دايرة ازرعها في اليوم ده بالذات. فقبل ما نعمل كده عندي شوية اغراض جوا البيت عاوزة اعملها، وبعد ما نخلص نواصل موضوعنا الليلة ونواصل باقي الأسبوع. حبابكم ازيكم؟ طبعا انا هنا هسي برا في الحديقة بتاعتي، ودايرة ازرع بعض النباتات جبتها من بانينجز. والمتابعين بيعرفوا قد شنو انا بقيت يعني بحب الزراعة جدا جدا، وصراحة كده بقيت يعني عبارة عن مزارع منزلية، فزارع كمية من النباتات هناك في الحديقة ورا برضو، وهنا في الحتة المظللة دي اللي انا دايرة ازرع بعض النباتات اللي جبتها امبارح من بانينجز. وبرضو زي ما عارفين انا بحب ابتدي من شتل، ممكن نبتدئ من البذور. في بعض النباتات والخضروات برضو لازم نزرعها من البذور ما من الشتل، لانه النتيجة بتكون افضل. زي مثلا الجزر، انا زي ما قلت لكم قبل كده قبل سنتين زرعت جزر من الشتل، ففي النهاية لما جيت احسد حسدت اشكال كده غريبة، وبرضو يعني ما حسدت كمية كبيرة، وحتى الاحجام كانت يعني ما مناسبة للنوع ده من الجزر. فالمهم عملت بحث واكتشفت انه ضروري نزرع مثلا زي الجزر من البذور بيكون افضل. فانا حسي عاوزة شوية جرجير في الحديقة بتاعتي عشان ناكل منه، فعشان كده جبت لي شتل هنا زي ما شايفين كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 قطعات هنا. بصراحة كده بتكفي 8 قطعات دي بتكفي لو زرعتوها مثلا دايركتلي تحت الشمس، يعني دغري تحت الشمس. طبعا كل النباتات بتحتاج لشمس، لكن ما كل النباتات بتحتاج لحرارة شديدة يعني، ولا لساعات طويلة مثلا 7 ولا 8 ساعات. في نباتات ولا خضروات ممكن نزرعها في حتات تكون ظليلة ولا مظللة زي دي، زي ما شايفين هنا عندي البقدونس برضو زارعة، وهناك زارعة جرجير، وعندي برضو بعض الورود ورا. فالجرجير برضو كالعادة قاعدة ازرع الجرجير في الحتة دي، وبرضو قاعدة ازرع ورا في الحديقة محل الشمس، لانه بس الشمس يعني بتساعد انه شنو النباتات تنمو بصورة اسرع عشان ما ناكل منها. فعشان كده بس يعني هو حسي حاليا ما عندي كمية كده من جرجير، فقلت شنو ازرع عليا كمية من الجرجير هنا برضو. وبرضو جبت لي فجل، لكن فجل بيحتاج لشمس، يعني لازم نزرع الفجل دغري تحت الشمس. كده مختلف شوية، لانه حسي حاليا برضو زارع كمية لكن من نوع مختلف من الفجل برضو، وابتديت من البذور. وزي ما قلت لكم احتمال بس يعني عدم الصغة، لانه عدم تجربة قبل كده، فقبل كده بس ابتديت بس جرجير يعني من البذور، لكن ما زرعت حاجة تانية من البذور. لكن السنة دي دايرة أجرب فجل، ودايرة برضو أزرع خز برضو من البذور، وحتى برضو بزرع خز من الشتل، بس يعني عشان نكسب الزمن وعشان نقدر ناكل أكتر كمية ممكنة. ونفسي أجرب بامية. طبعا جربت بامية السنة اللي فاتت وما نجحت، ولا ما السنة اللي فاتت قبل اللي فاتت وما نجحت، فيعني يئست كده يعني السنة اللي فاتت. فقلت شنو السنة دي بجرب بامية برضو ونشوف يعني النتيجة. بامية بتحتاج يعني كمية من الشمس لفترات طويلة، لكن هي يعني زي ما عارفين جو ملبن قاعد اشكي لكم كل مرة انه الاجواء بتكون باردة مرات بتكون حارة. فالمهم حسي نبتدي. بحثت لي شوية اول حاجة من البقدونس الموجود هنا، وبرضو ورا بقدونس هنا زارع جرجير من البذور، وحزرع شوية من الجرجير هنا في الحتة المظللة دي، والباقي برا هناك يعني محل الشمس دغري تحت الشمس. لكن فجل ضروري يعني دغري تحت الشمس، فبمشي بزرع الفجل هناك.
وبرضو في بعض الناس بيسألوني عن النباتات اللي ممكن نزرعها يعني في حتات ظليلة. وزي ما شايفين أنا في الحتة دي حتة ظليلة، وزي ما شايفين زارع برضو بقدونس، وحسدت كمية يعني في الأسابيع اللي فاتت ما شاء الله، ولسه حسي في كمية، ولسه لما أحسد تاني بيقوم. فممكن نزرع بقدونس، ممكن نزرع فجل. بعد الفجل برضو ممكن يعني في حتات ظليلة برضو بيقوم. وممكن نزرع ماستد، وممكن نزرع بوك تشوي برضو، نوع من الخضروات الأسيوية. وعن تجربة زرعت برضو شوية بصل الأخضر في حتة مظللة برضو قام. وبرضو زرعت شنو، زرعت خز برضو قام. وهنا زي ما شايفين حزرع جرجير، وقبل كده برضو زرعت كمية من الجرجير في الحتة دي وقام ما شاء الله، وأكلنا وحسدنا كمية. فممكن تزرعوا زي الجرجير، خز، ممكن نزرع الريحان، ممكن نزرع بصل الأخضر. هاي قبل كده هنا زرعت برضو سلج، ممكن نستخدم السلج أنا بستخدم السلج في بعض المأكولات اللي بطبخها بالخضار واللحمة وشنو، لكن غالبا بستخدم السلج مع ملاح بامي وكده يعني، يا ملاح خضرة. وتاني كزبرة برضو، ممكن نزرع كزبرة برضو في حتة مظللة. ففي نباتات كثيرة ممكن نزرعها في حتات مظللة زي دي. ممكن تعملوا بحث على حسب الأماكن اللي انتوا عايشين فيها، يعني في أشياء معينة ممكن تزرعوها هناك وتنجح لكم. فالمهم يلا بينا، حسي دايرة أحسد لي شوية من البقدونس، ويلا نزرع شوية من الجرجير هنا. في بلانتات طبعا مخصصة للزراعة، لكن أنا بس بحب أستخدم النوع ده يعني كده، بحيث إنه شنو ما في حاجز كبير كده يعني. بتاعت الزراعة القماش تقيل كده، عشان كده بحس بحاجز، وفي بعض الأشياء ما قادرة أعملها. فالمهم عشان كده بحب أستخدم حق البلاستيك ده. وقبل كده برضو قلت لكم إنه أنا لما أزرع يعني ما بحب إنه شنو أجي وأحسد الكمية كلها يعني من الأشياء اللي زرعتها، مثلا لو جرجير ولا خز ولا بقدونس هنا زي ما شايفين. فهنا الكمية كبيرة، وزي ما قلت لكم الأسابيع اللي فاتت حسدنا برضو كمية ما شاء الله، لكن تركت كمية هسي وما عاوزة شنو اتركها كده عشان تخرب ليا. فشنو بحسد كمية كبيرة اليوم وبحشها، وبعد ذاك يعني بحتفظ بها في الفريزر لما اجي اطبخ وحابة اضيف في الرز ولا اللحمة ولا اي حاجة انا عاوزة، بشيل من الكمية اللي في الفريزر وبستخدمها. لكن عادة في السلطة طبعا بنحب ناكل فريش. فحسي بحسد ولسه الاجواء حارة، فقدام اسبوع تاني هيقوم كمية يعني. الطرق بدأت تصفر برضو. فزي ما قلت لكم زرعت يعني بذور الجرجير. فهنا يا دوب كده زي ما شايفين انبتت بس قبل كم يوم. فحسي في نفس الحتة دي برضو بينات الجرجير ده ذاته بزرع الشتل بتاع الجرجير، وكده مناسب يعني لما نخلص من حق الشتل ديل خلاص بيقوموا يعني ونستفيد منهم برضو. فبس كده وبفرق بزرع قطعة قطعة. حتى الصغيرونة دي هنا.
وهنا يوم تاني وكنت أنا وزوجة قاعدين. فالمهم كنت عندي فساتين ولا باتي الصومالي. كان قبل كده شيرت معكم في فيديو إنه أنا بحب ألبس باتي الصومالي كتير شديد، لأنه بس يعني مريح كده والقماش بارد وبرضه واسع زي ما شايفين، فبحب ألبس يعني في البيت. فبرضو كان في أخوات الصوماليات وكانوا بينصحوني يعني ببعض النصائح إنه ما أكوي الباتي كتير شديد ولا زيادة عن اللزوم، لأنه القماش هيخرب، لأنه القماش خفيف شديد يعني بصراحة. الكواليتي يعني ما كده، ما لا قد كده، لأنه أصلا يعني للبيت وبارد وكده يعني وخفيف يعني. ففعلا لو كويته شديد ولا زيادة عن اللزوم بعد فترة قصيرة ممكن الخامة يعني تخرب أكتر. لكن صراحة أنا بس يعني ما قادرة أتجاوز إنه بس ألبس كده يعني طوالي من الغسيل. بيحصل في بعض الأحيان، لكن غالبا بحب أكوي يعني فساتيني حتى بتاعة البيت، بس بيحسسوني يعني بنظام كده وترتيب، يعني بحس بالراحة أكتر لما أكوي. وزي ما شايفين كبار، يعني أصلا بيجي شنو مقاس واحد حقين الكبار، أصلا حتى الأطفال عندهم لكن طبعا أنا جايبة حقين الكبار وحق الكبار بس يعني مقاس واحد للكل غالبا قاعدة ألقى كده. وبعدين انتي على حسب يعني نظامك، لو عاوزة تضيقي، لو عاوزة تقصري، لو انتي طويلة يعني بينفع معاكي، لو قصيرة زي كده لازم تقصري برضو، عشان انا بيكون لي طويل شديد. فالمهم هنا جيت وقسيته لانه كانوا طوال شديد، ويلا كويته. وعندي باقي ترتيبات في البيت، عندي ملابس مرقتها من الغسالة وتاني دخلتها الغسالة. وفي بعض منكم سألتوني قبل كده غسالتي ماركة شنو، ماركة LG وكم كيلو، 12 كيلو. قبل كده كان عندي واحدة 7 كيلو ونص، حسيتها ضيقة وما بتشيل لي ملابس. ونحن هنا طبعا ما شاء الله مع الأطفال بنغسل دايما كده يعني بصورة يومية حاليا. فبرضو يعني احتجت برضو لغسالة كبيرة شوية، لأنه عشان في بعض الأحيان برضو بغسل البتاتين هنا وكده. فالمهم ممتازة، جبتها هسي شغالة لي تمام. غسالة وستيمة في نفس الوقت يعني. مرات حتى ألعابهم ولا دباديبهم وكده غالبا يعني بغسلها، لكن برضو ممكن أعمل لها ستيم هنا في الغسالة. المهم بعد ما خلصنا، المهم كلمة المهم تسلموا، علقت لي تعليقات جميلة في الفيديو اللي فات، قلت لكم دايرة ألغي كلمة المهم من قاموسي، قلت لي لا والله قاعدة استخدم كلمة المهم بطريقة عفوية جدا جدا، معلش للإزعاج. فالمهم مشيت هسي كنت دايرة أجيب أمنة محمد من المدرسة، ويلا أبوهم جا وداهم السباحة، كان عندهم تمارين السباحة. ويلا أنا كانوا أخواتي جايات. فالمهم هنا في حديقتي قمت بقت لي شوية خضروات عشان نجهز، دايرة أجهز شوية لحمة مشوية، ويلا نقضي زمن جميل كده مع بعضنا إن شاء الله. فيلا نجهز. هنا بس جبت شوية بقدونس من الحديقة بتاعتي، ويلا طماطم برضو. فحسي بس بقطع الطماطم وشوية بصل والبقدونس برضو بحشه. ويلا بستخدم بهارات طبعا على حسب رغبتكم، لكن كالعادة عارفيني أنا بحب أستخدم بهارات معينة زي الكركم، الفلفل الحلو، بودرة الفلفل الحلو والبابريكا، وشوية ماجي فيجيتا ولا ملح فيجيتا، ليمون، فلفل أسود، بودرة ثوم على حسب رغبتكم يعني، شوية من بودرة كومبا إذا حابين، على حسب الرغبة. فهنا بس حشيت كل شيء، ويلا بنجي حسي نستخدم الكبة ونخلط كل شيء مع بعض. يلا عندي لحمة بعدين بجي بس بتبلها وبشوي اللحمة في الباربيكيو في الفحم برا. ايوه ما ننسى الليمون برضو وشوية زيت، وبس يعني نخلط كل شي كده مع بعض هسي حاليا.
وبنكون شنو كده جهزنا التتبيلة. ممكن كان أتبل اللحمة من يوم قبل ولا كم ساعة قبل برضو. كل ما اللحمة قعدت مع التتبيلة كل ما بعدين الطعم بيكون أفضل وأجمل يعني. فلكن شنو ممكن بس برضو طوالي كده. فالمهم هنا خلطت شوية بصل والطماطم والبقدونس مع البهارات دي، وبعد ده نتبل اللحمة وطوالي شنو بشويها يعني عشان ما ناكل ونقعد براحتنا وناخد شوية زمن كده مع بعضنا. فأنا لما أخواتي يجوني هنا بحب أعمل لهم الأكلات اللي بيحبوها يعني. كل مرة بعمل لهم حاجة كده شوية مختلفة الحاجات اللي هم بيحبوا ياكلوها يعني. فالمهم هنا عندي اللحمة، فعندي ضلوع، فبس يعني فسست الضلوع كده بالسكينة ويلا بتبلها. وعندي شوية دجاج برضو وهعمل شوية شوربة ويلا. بعد ده نخلي كل شي يستوي ويلا نواصل. بعد ما تبلت اللحمة فقلت شنو بنتظر يعني زي ساعة كده قبل ما أشوي. فهنا قلت شنو أجهز يعني الشوربة على بال. فكنت أخدت ورق الغار، شوية كمبة، شوية ورنجال أو العرق الأحمر، وبرضو عندي شوية دجاج هنا، وكبيت شوية زيت طبعا، وهنا عندي الفلفل الأسود حب. فبس وبرضو عندي ملح بقيتها. وبس خلطت اللحمة كده شوية كده حمرتها مع الزيت والبهارات وشنو. ويلا جيت ضفت باقي الخضار اللي كنت قطعتها قبالك. استخدمت جزء مع التتبيلة وجزء هنا. وبس داير اعمل لنا شوربة كده يعني خفيفة لذيذة. فالمهم هنا ضفتها برضو شوية موية وبس يعني كده خلاص تركت الشوربة لحد ما تستوي. وطبعا اللحمة اللي تبلتها كانت كمية ما شاء الله، لكن ما بناكلها كلها كده في نفس اليوم. جزء عاملاه يعني كميل بريب عشان ما اجي يعني اشوي يوم تاني. اذا حابين فبس بفرز اللحمة كده يعني. ممكن بس اتبل اللحمة وافرزها ويلا اجي اشويها في نفس اليوم، لكن لقيت كده برضو مريح بالنسبة لي، خاصة اذا عاوزين ناكل في فترة يعني بالليل وكده بدل ما نطلع ونشوي فبتكون جاهزة يعني. فالمهم هنا كنت بشوي كمية زي ما شايفين. وبعد ما نخلص كانوا اخواتي طبعا بيحبوا الحنة برضو وجو يعني بعد من اخواتي ما كلهم. فالمهم حبوا انه اعمل لهم شوية اشكال كده. ما بيحبوا اشكال بسيطة اخواتي دول بيحبوا شنو كمية كده من الحنة. اي واحدة جايبة لها شكل معين قالت عاوزاه. وطبعا امي شايفة الموضوع عبارة عن فوضى، المفترض انه شنو تكون اشكال بسيطة وخفيفة. لكن المهم عملت لهم الاشكال اللي في مزاجهم. وقضينا زمن جميل مع بعض وتونسنا وخلص يومنا. وإن شاء الله تكونوا انتوا قضيتوا زمن جميل معانا اليوم، ولحد ما نتلاقى في فيديو جديد. مع ألف سلامة.
شكرا.